يسعد كل أوقاتكم متابعين قناتي قناة وصفات نسرين الوادي. رجعنا لكم بوصفة جديدة بما إنه الجو صار بارد شوي، حكيت لازم إنه نعمل وصفة تدفينا، فما إلنا غير البسبوسة جوز الهند. الطريقة كتير سهلة والنتيجة جدا رائعة. في البداية بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو، ويلا نبلش بالطريقة والمقادير سوا. في البداية راح أحتاج 3 بيض يكون بحرارة الغرفة، راح أضيف له ظرف فانيلا يعني تقريبا معلقة، وراح أضيف كوب من السكر، وبعد هيك راح أضربهم مع بعض بالمضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي للي مو متوفر عنده المضرب الكهربائي. راح أضربهم لحد ما يبيض الخليط معنا. بعد هيك راح أضيف نص كوب زيت نباتي وراح أرجع أخفق، وبعدين راح أضيف كوب من الزبادي اللي هو إحنا عندنا اللبن بلهجة مصر بسموه زبادي. بنضرب مرة تانية لحد ما تجانس المكونات. هون أنا حاطة كوب دقيق، راح أضيف عليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وراح أرش عليه أحط ذرة ملح بسيطة عليه، وبعد هيك راح أدخلهم مع بعض وأضيفهم للخليط. وراح أضيف هلا كوب من السميد الناعم، وبعدين راح أضيف كمان كوب من جوز الهند المبروش، وبعد هيك راح أقلبهم بالسباتيولا لحد ما يتجانس الخليط كامل معانا. وهيك صار جاهز معانا، قوامه تقريبا بيشبه قوام الكيك. بعد هيك راح أجيب صينية راح أدهنها بطحينية، وراح أحط الخليط معنا جوا الصينية أوزعها بالتساوي. بتحبوا الخليط يكون مرتفع كتير لما يطلع من الفرن بتجيبوا صينية أصغر. بدكم إياه يكون يعني مش كتير سميكة أو مرتفعة، بتكون الصينية أكبر. أنا عملت هون صينيتين. طبعا الفرن لازم يكون محمى مسبقا، راح ندخلها من تحت، وأول ما تتحمر من الأطراف بنحطها تحت الشواية لحتى يتحمر الوجه. بنسقيها بالقطر، طبعا القطر بيكون بارد معانا، عاملينه قبل بوقت ومبردينه. بنسقيها في القطر، وبعد هيك بنحط عليها جوز الهند وبنتركها لحتى تبرد، وبعدين بنقطعها، ما بنقطعها وهي سخنة. عيار القطر يلي أنا استخدمته كوبين سكر، كوب وربع مي، وبعد ما غلي معاي على النار عصرت عصرة ليمون ووطيت على النار لا وتركته لمدة 10 دقايق. وطبعا القطر بنتركه لحتى يبرد تماما قبل ما نشرب فيه البسبوسة. طبعا ما بتتخيلوا ما شاء الله قد ريحتها طالعة دمار، اشي خيالي. كمان بدي احكي شغل، القطر اللي انا حطيته لا بتكون يعني مسقية زيادة، يعني كتير القطر كميته ولا قليل. فاللي بيحب يكون كمية القطر أكتر ممكن يزيد عيار القطر عليها. هذا العيار أنا بالنسبة إلي هيك ممتاز تمام، يعني لأنه زيادة عن اللزوم كتير ولأنه قليل، يعني لا بتطلع ناشفة ولا بتطلع كمان غرقانة زيادة عن اللزوم. وهيك وصفتنا بتكون جاهزة. بصراحة طعمة جدا روعة. البسبوسة هاي من الحلويات اللي كتير سهلة، بس طعمتها جدا لذيذة ورائعة. بتمنى إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من صالح دعائكم، وبتمنى كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتتركوا لي تعليق حلو مثلكم. وشكرا لكم ولحسن متابعتكم.